في واحدة من أعجب القصص التي شهدها موسم الحج هذا العام 2025، وهي قصة الحاج الليبي عامر مهدي منصور القذافي، الذي وقف على عتبة ضياع حلمه في اللحظات الأخيرة قبل أن تتحول قصته إلى حكاية إيمان ويقين أدهشت الآلاف وتناقلها مستخدمي منصات التواصل في العالم العربي. ضياع حلم عامر القذافي. وفي البداية كان عامر الرجل القادم من الجنوب الليبي قد استعد بكل ما يمكن للذهاب إلى بيت الله الحرام وأثناء مناسك الحاج، وقد وقعت قرعته ضمن آخر فوج من الحجاج الليبيين في المطار. لكن عند وصوله إلى بوابة الصعود للطائرة كانت العقبة في انتظاره، حيث رفضت السلطات الأمنية السماح له بالسفر بسبب مشكلة أمنية في جواز سفره متعلقة باسم العائلة القذافي. ومع تأخير الإجراءات أصر كابتن الطائرة على الإقلاع دون عامر، وبالفعل تم تبليغ عامر بأن الحج ليس من نصيب هذا العام، لكن عامر كان عنده يقين أن الحج من نصيبه والطائرة ستعود لتأخذه مرة أخرى. وبالفعل لم تمر دقائق حتى جاء النداء من برج المراقبة بأن عطل فني قد حدث للطائرة وعادت للمطار. كانت هذه إشارة للأمل التي تلقاها عامر بأن حلمه لم يضيع، وعندما طرح مجددا خيار صعوده للطائرة مرة أخرى رفض حينها الطاقم، وأقلعت مرة ثانية دون عامر. ومع ذلك لم يتراجع عامر عن أمله في حج بيت الله الحرام، وظل صامدا في المطار. والغريب أن حدث عطل فني مرة تانية للطائرة وتجبرها على العودة مرة أخرى، وكأن السماء لا تفتح أبوابها إلا بركوب عامر. فقرر الكابتن هذه المرة لم تتحرك الطائرة إلا وعامر على متنها، ليصعد عامر وسط دهشة الحجاج والطاقم ليتوجه إلى رحلته التي طال انتظارها ويؤدي مناسك الحج. وفي مقطع فيديو مصور له بعد وصوله لأرض الحرم الشريف حكى عامر تفاصيل قصته التي أثارت إعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي، وقال: كل الحجاج طلعوا وبقيت وحدي، قالوا لي عندي مشكلة أمنية في الجواز، بس كنت متأكد إن الطيارة راجعة، فقد عقدت النية الخالصة للحج. وانتشر الفيديو على نطاق واسع وتفاعل معه عشرات الآلاف من الرواد ومستخدمي منصات التواصل الذي رأوا في عامر درسا في اليقين، وأن النية الصادقة تفتح الأبواب.